نطرب البيض مع السكر، كنضيف كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت حتى هما كنخلطهم مزيان حتى يتجانسوا. ثم كنضيف النواشف اللي هما الدقيق، كنكون غربلته الخاص بالحلويات. عندي هنايا هاد الكوب تقريبا 200 غرام، يعني كاس ونص ديال الدقيق تقريبا، على حسب، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين العكس. المهم انا استعملت هاد الكميه، فبالنسبه يعني جاني الكيك هو هذاك. وغادي نغربل ثم كنضيف الكركاع بعد ما كنكون قطعته طريفات اولا كنحاول نهرمشو. وكنقطع داك الحبه ديال الموز هكا قطع صغار، غير هكذا بالسكين. ممكن تخلطوهم مع هاد الكركاع مع الدقيق، او عفوا الكركاع والموز مع الدقيق باش تبقى كل حبه على حده. انا صراحه ما تلصقوليش، يعني درتهم غير هكذاك مع كنت مزروبه صافي. وخلطت هكذا حتى تجانست جميع العناصر. وسناخذ واحد المول ديال الكيك، انا غادي نستعملها في المول العجيب. طبعا المول كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم، على حسب الرغبه ديالكم. تنصب الخليط ديال الكيك كما شفتوها، هو القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمول كندهنوه بالزبده وكنرشو اما بالدقيق اما بكاوبيل او بودره الكاكاو المر. انا رشيته بكاوبيل باش ما يجيش باين منين نوضع الكيكه في صحن التقديم، ما يجيش باين داك البيوضيات ديال الدقيق، وحتى المذاق كيجي زوين صافي. وكندخل الكيكه ديالنا الفران يكون سخون من قبل على 200 درجه، وكنشعل من الفوق لتحت وصافي. وعلى حسب الفرن ديالكم نتوما كما كتشوفوا هنا عندي. بعد غادي كان هنا سخن وغادي نرجعها نخليها من 170 حتى ل 200 درجه. الوقت تقريبا واحد 40 دقيقه كتكون واجده. وها هو الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. نزولوه من القالب اولا من المول وكنوضعوه في صحن التقديم، يعني راه باقي سخون. بالنسبه للكريمه كناخذ الكريم باتيسير، كنخلطو طبعا مع الحليب. وكان من بعد ما كيطيب داك الكريم باتيسير انا كناخذ يعني عندي هذاك الكريم باتيسير اللي كيكون جاهز، وتنوضع عليه واحد 2 دراهم ديال الشكلاط الابيض مع دانيت ديال الكراميل. هاد الكريمه كتجي لذيذه 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 بزاف، كنصحكم تجربوها بهذه الطريقه. انا متاكده غادي يعجبكم المذاق ديالها بزاف، وبالاخص الوليدات ديالكم غادي يحمقوا على هاد الكيكه. كتجي راقيه وبريستيج في المنظر ديالها، والمذاق ما نعاودش لكم كتجي ألد ما يكون صافي. من بعد كندهن الجناب ديالها شوكولاته اللي دهن نوتيلا ولا اي شوكولاط عندكم. تقدروا غير تذوبوا غير الشوكولاط العادي في حمام مريم ودهنوا به الجناب، وترشوا باللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي اللي عندكم. التزيين تيبقى على حسب الذوق ديال كل سيده وعلى حسب المتوفر. انا زينت هكا كما شفتوا، هاد التزيين بسيط ولكن راه جا زوين بزاف. هكا طريفات ديال الكركاع واللوز ايفيلي، كذلك داك العقيق ديال الشكلاط. وصافي درت خطوط بدانيت ديال الكراميل، جا الشكل ديالها زويون بزاف، والمذاق يا سلام، مذاق لذيذ وكتجي رطبه وهشيشه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الكيكه وتجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا الخبر.
ما تنساوش قبل ما تخرجوا من لا فيديو تخليوا لي واحد لايك وتعليق محفز علاش لا، وتشاركوا لا فيديو مع الاصدقاء والاقارب والاحباب في مواقع التواصل باش هكذا تعمل فائده وتدعموا القناه. فشكرا لكم بزاف، شكرا كذلك على المشاهده وحسن التتبع. لهلا خصكم عليا، دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.